إيه، يا رب إن أنتم تكونوا بخير. النهارده بقى القصة غريبة من نوعها، قمة البجاحة، قمة أنواع البجاحة اللي ممكن تتخيلوها موجودة جوّه الجريمة دي. كلّكم هتستغربوا إزاي الجريمة دي أصلًا اتعملت، زي ما أنا استغربت بالضبط. إن شاء الله بإذن الله لو القصة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك، عشان أنتم اليومين دول مش عارفة ناسينّي في اللايكات ليه. القصة بتبتدي بحمدية، حمدية بنت جميلة وحلوة من قرية. جوزها قرر إن هو ورث أرض من أبوه، فقرر إن هو جنب الأرض يبني بيت صغير كده عبارة عن دور، ويباشر الأرض برضه جنب البيت ده، ويعيشوا في الأرض هما الاتنين. هما الاتنين كانوا عايشين حياة سعيدة جدا، ومخلفين كمان 3 أولاد، والدنيا كلها ماشية تمام. لحد بقى اللي حصل بقى، اللي حصل إن حمدية جوزها بدأ يحس عليها شوية تغيرات. التغيرات دي يعني إيه؟ التغيرات دي يعني بدأ يحس إن هي بتروح الغيط كتير. هما الغيط بتاعهم زارعين فيه ذرة، فبدأ يحس إن هي بتروح الغيط أكتر من اللازم. فبدأ إن هو يقول لها بقول لك إيه يا حمدية، أنت رايحة فين؟ قالت له رايحة الغيط. راح قال لها يعني رايحة تعملي إيه دلوقتي؟ ما إحنا خلصنا كل الشغل وخلصنا كل حاجة. قالت له رايحة أشم هوا. قال لها تمام، طب بقول لك إيه، خديني معاك أشم هوا. قالت له مانيش رايح. خلاص، غيّرت رأيي. طب ليه يا حمدية؟ مش هاروح. أنت مش جاي وهتكتم على نَفْسي؟ يعني الساعتين اللي أنا عايزة أقعدهم مع نَفْسي كده وأشم هوا، هتيجي تكتم على نَفَسي؟ راح قال لها خلاص يا حمدية، تمام اللي أنتِ شايفاه، والله ما أنا رايحة. طيب ما تروحيش. تاني يوم حمدية عايزة تروح الغيط. الغيط ده اللي هو جنب بيتهم بس بشوية، يعني في أرض كده دي الأرض بتاعتهم، على أطراف الأرض ده هم بانيين بيتهم. تاني يوم أنا رايحة الغيط. قال لها تمام روحي، أظن بقى هتلزق فيّا وتيجي معايا. لأ، مش هاجي معاكِ، يالّا مع السلامة. وبدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية. هي إيه؟ إيه سبب ارتباطها بالغيط؟ بتحب يعني عود الذرة؟ في حاجة مش طبيعية في الموضوع. سابها إن هي مشيت، ومشي معاها من بعيد. طبعًا هم يعني على أطراف المزرعة بتاعتهم دي عاملين كده زي عِشّة، لمّا بيتعبوا بيبتدوا إن هم يقعدوا فيها يتداروا من الشمس. فقال إن هي هتروح تقعد فين؟ في العِشّة دي. ولكن الغريبة إن هو لقاها دخلت في وسط الزرع. فقال يمكن مثلًا هتروح تجيب لها جوزين ذرة وتيجي في العِشّة دي تولّع نار تقعد كده تشم هوا وتاكلهم. لقاها اتأخرت. طبعًا هو بيراقب من بعيد، لقاها اتأخرت أكتر، فمش عارف إيه السبب والّا إيه سبب التأخير ده. فقال يمكن تكون مثلًا رايحة تقضي حاجتها، يعني عادي في المزارع وفي الفلاحين عادي الموضوع ده. أستنى شوية كمان، راح مستنى شوية كمان، ما جاتش حمدية. لأ، ده كده في حاجة بقى، أروح أشوف بقى هي بتعمل إيه جوّه الغيّة. راح من بعيد بقى ابتدى إنه يسمع أصوات غريبة. الراجل اتفاجئ، جاي يقرّب أكتر لقى إن هي جارهم اللي هو عاشقها، الاتنين يعني شايلين كده المكان، عاملينه كده خاص بيهم، شايلين فيه الزرع وحاطين حاجة على الأرض وبيمارسوا مع بعض علاقة كاملة. أنتم متخيلين اللي أنا باقوله لكم ده؟ في المزرعة اللي جنب بيتها، اللي هي يملكها جوزها، وجوزها قاعد في البيت. فالراجل جات له صعقة، ما بقاش عارف يعمل إيه. كل اللي هو عمله، أنا عايزاكم تركّزوا معايا، لإن أنا عايزاكم توصلوا في النهاية الحكم كان إيه، لإنك هتتفاجئوا. فبدأ إن هو يهجم عليهم ويشتم بقى شتايم، "إيه اللي بتعملوه ده؟" ومش عارفة إيه، ولسه بقى يعني هيهجم على الراجل. ولكن اللي حصل إن الاتنين بدأوا إن هم يهجموا عليه، وجابوا حجر من الأرض، وبدأوا إنه يضربوه بدماغه في الحجر ده. طبعًا أُغمى عليه. بدأوا إن هم يشوفوه، لقوا إن هو لسه عايش، فقالوا إن هو أكيد يعني لمّا يبتدي يفوق
طبعا هيعمل العمايل وهيفضحهم. فعلشان كده جابوا حجر أكبر وبدأوا إن هم يهشموا دماغه. واللي أكتر من كده سابوه وغطوه اللي هو الحاجات اللي بتبقى اللي فوق الذرة دي، غطوه بيها، ورجعت بيتها عادي جدا ولا أكنها عملت حاجة. وأول ما دخلت كمان سألت ولادها: هو فين أبوكوا؟ راحوا أولادها راحوا قالوا لها: أبونا مش ما نعرفش، بعد ما انت نزلتي نزل وراكي، ما عرفش راح فين. طبعا الوقت اتأخر لحد بالليل، ابتدت انها تتصل بأهله وتقول لأهله: انا مش لاقياه، هو راح فين؟ مش بعادة يعني ان هو يغيب. طبعا اهله ابتدوا ان هم ييجوا يدوروا يمين يدوروا شمال، مش لاقيينه. يدوروا في كل الاماكن، مثلا القهوة اللي بيقعد فيها، يسألوا صحابه، ما شافوهوش. طبعا قلقوا، فابتدوا ان هم يروحوا الشرطة عشان يبلغوا الشرطة. الشرطة طبعا جت، ابتدت ان هي تغطي المكان اللي هو فيه المزرعة، لقوا الجثة بتاعته موجودة في المزرعة. طبعا دي كانت صدمة كبيرة لأهله. ايه اللي حصل؟ واضح قوي زي عين الشمس ان في شبهة جنائية في الموضوع. وعلى طول الشرطة بتحول الجثة للطب الشرعي اللي بيثبت ان سبب الوفاة هو تهشيم بالرأس بآلة حادة. فعلشان كده طبعا مين اللي عمل كده؟ طبعا مراته عياط وولولة، وان هي يعني فقدت بقى يعني الحبيب الغالي. ولكن الموضوع اصبح فيه ان الشرطه بقى مش لاقيه جاني في الموضوع ده، زائد ان الاماكن اللي زي دي ما بيبقاش فيها كاميرات مراقبه، فما بقوش عارفين ايه اللي بيحصل او يعني ايه اللي جرى للراجل ده. ولكن الحاجه اللي هم ما بيبقوش فاهمينها، الناس اللي بتعمل يعني حاجات زي كده، ان الناس اللي حواليهم بيبقوا شايفين وعارفين الكلام، بس كل واحد ما بيرضاش انه يدخل نفسه في الامور دي. يعني جارها قال ان هو شاف جارته، ما هو برضه العشيق جارها، ان الجار ده بيروح المكان ده وبيشوف الست دي بتروح المكان ده، وشاكك ان الاتنين دول على علاقة ببعض. طب انت ما قلتش لجوزها ليه؟ ماليش دعوة، ما قلتش لجوزها، لان انا بلاش ان انا اتدخل في حاجه زي كده ويطلع الامر مش في النحو ده، ابقى انا اتسببت ان انا اتكلمت وقلت كلام ملوش لازمه. فعلشان كده اصبح الشرطه دلوقتي مفيش حاجه بتعدي عندها كده اهو. اصبح الشرطه ان هي لازم تعمل التحريات بتاعتها. لما عملت التحريات لقت فعلا ان الاتنين على علاقه ببعض، راحوا قبضوا على الاتنين. قبضوا على الاتنين وابتدوا ان هم يحققوا معاهم. طبعا في الاول كان الاتنين متماسكين جدا، ما عملناش حاجه، ملناش دعوه، مش على علاقه ببعض. لما ابتدت الشرطه تقول لكل واحد فيهم ان التاني قال ان هو اللي عمل كده، ابتدوا هما الاتنين يعترفوا على بعض. ولكن بقى تعالوا اخدكم للمحاكمه. واللي حصل في المحاكمه، اللي حصل في المحاكمه ان هم قالوا ان هم كانوا في وضع الدفاع عن النفس، لان الزوج ده كان يعني هيموتهم بالوضع اللي هو شافهم فيه، كان هيموتهم. فهم اضطروا ان هم يعملوا كده علشان يدافعوا عن نفسهم. فالقاضي حسب الموضوع برضو انه في نسبة دفاع عن النفس، وعشان كده الاتنين ما اخدوش اعدام. اول امبارح كان الحكم على الاتنين، والاتنين اخدوا اشغال شقة مؤبدة، يعني 25 سنة سجن، يعني برضه هيقضوا بقية عمرهم في السجن. ولكن ما اخدوش اعدام علشان البند اللي انا قلته لكم ده، ان هم قالوا انه كانوا بيدافعوا عن نفسهم. هم ما كانش قصدهم ان هم يموتوه، ولكن هو كان هيموتهم وهم كانوا في حالة دفاع عن النفس. ولكن القاضي برضو اداهم 25 سنة مع الشغل والنفاس. عايز اسمع آرائكم في التعليقات، وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. تخيل ايد بتنزل من تحت البطانية وبتعمل اشياء محرمة، وكمان القميص اللون الاحمر اللي بيسبب الغيرة المميتة، وكل الالغاز دي هتعرفها قدامي عزيزي. ما تنساش اللايك التمام وتكتبي رأيك في الفيديو، ويلا بينا. سهر لقت نفسها وهي موجودة في المحكمة، ويسألها القاضي: انت عايزة تكوني مع مامتك ولا مع باباكي؟ وبنعرف ان سهر والدها ووالدتها بيطلقوا، وطبعا عندهم خلاف على البنوتة كالعادة. وبنوتة وقتها كان عندها 10 سنين بس، وهنا هي بمنتهى الطفولة اختارت امها.
متعرفش ان هي هتكون سبب اخرتها. بعد ما اختارتها الاب بدأ يقول ان هو هيصرف على البنت عادي جدا، مع ان الام بتشتغل شغلانه كويسه، ولكن هو قال لها ان هو هيدفع لها مصاريف البنت دي بس. وفعلا سهر بدأت ان هي تعيش مع مامتها، ولكن امها كان عندها 33 سنة، فبالتالي كانت صغيرة في العمر وكان نفسها ان هي تتجوز وتعيد شبابها تاني، من ضمن الستات اللي مينفعش تقعد من غير راجل. فعشان كده بدأت ان هي تدور على شخص يكون كويس لبنتها، ده اهم حاجة عندها، وكمان يكون كويس ويرضيها هي شخصيا، لحد ما لقيت فريد اللي عنده 43 سنة. ولكن هي لقيته زوج كويس جدا، وبدأت ان هي فعلا تاخد في اجراءات الجواز، بالذات لما لقيت ان هو بيعمل لبنتها احلى حاجة ممكن. حرفيا كان بيقول لها انا ارتبطت عشان بنتك جميلة جدا واكتر منك في الجمال، ولكن هي كانت بتاخدها ككلمة عادية وما بتدققش، مع ان احنا كنا المفروض ندقق لكل كلمة. وفعلا تم الجواز ما بينهم. ولكن دايما ام سهر كانت شايفة ان جوز امها او زوجها المستقبلي دلوقتي كان دايما بيعامل بنتها معاملة خاصة. ده حتى لما هما بدأوا ان هما يتجوزوا قال لها بصي، انا هاخد مصاريف البنت اكلها وشربها، ده غير المصاريف اللي بيبعتها ابوها، كل ده لنفسها. انت عايزه تمشي البيت مشي، جيبي اكل فطار غدا عشاء خروجات عليكي، ولكن انا اي مصاريف ناحيه البنت هدفعها ازيد كمان من اللي ابوها بيدفعها. وفي يوم من الايام ام سهر جالها ان هي لازم تخلص اوراق، فعشان كده بدأت ان هي تسافر على بلد تانية وتقعد 15 يوم. وال15 يوم دول كانوا سبب ان هي يغير كل حاجة. لما سهر وقتها عدى على الموضوع ده 8 سنين وبقى عمرها 18، وبنوتة اترسم وخراط البنات خراطها زي ما بنقول، وبقت بنوتة جسمها جميل وباين عليها ان هي انثى بمعنى الكلمة خالص. وده اللي بدأ ان هو يغير معاملة جوز امها ليها، وبدأ يتدخل في جميع تفاصيلها، زي حتى الغيارات الداخلية اللي هي بتلبسها، مقاسها ايه وشكلها ايه وتمشي في البيت عاملة ازاي وتكلمي مين وما تكلميش مين. وكان بيتصرف بطريقة مريبة، ولكن ام سحر ما كانتش مهم الموضوع عندها، وكان اهم حاجة عندها الكارير بتاعها وان هي متجوزة راجل بيهتم ببنتها وخلاص كده. اما سحر كمان كان بالنسبة لها اهم حاجة ان هو بيجيب لها الحاجة حلوة المناسبة، او حتى الاكل المناسب اللي هي بتطلبه واللبس اللي هي عايزاه، ومكانتش شايفة ان ده عيب او ما ينفعش. والراجل كمان كان اخد راحته زيادة عن اللزوم، لحد ما في يوم من الايام وتاني يوم لما ام سحر بدأت ان هي تسافر، فتحي دخل اللي هو زوج الام وبدأ ان هو يكلم سحر في اوضتها ويقول لها بقولك ايه، ما تروحي تجيب لنا حاجه نشربها. قالت له طب انت عايز ايه وانا احطه لك؟ قال لها هاتيلي كوبايه ميه وتعالي. فعلا راحت جابت كوبايه ميه ورجعت تاني لقيته نايم على السرير بتاعها. طبعا هي حست ان ده غريب واول مره بيحصل، فعشان كده قررت ان هي تقول له اتفضل وانا عايزه انام، يعني لو ينفع ان انت تقوم وتمشي. ولكن هو قال لها قربي وهي مرضتش. كرر الموضوع ده مرتين تلاتة، ولكن هي برضو مرضتش وحست ان الموضوع ده فيه حاجه غلط. وبعد كده تالت مرة كان شهددها وبدأ ان هو يعتدي عليها، وكان بيعتدي عليها بكل الطرق الممكنة واللي ممكن تيجي في خيالك، منها الضرب. وكانت بتقول في تحياتها بعد كده وانتوا هسيبكم لحد ما تعرفوا ايه سبب الجريمة في الاخر. وبدأت تقول ان هو حفظها 3 كلمات: انتي العبدة بتاعتي، انتي اتخلقتي عشاني، انتي جاية بس لرغباتي. وفضلت تحفظ ال3 كلمات دول على مدار ال10 سنين اللي بعد كده. وبدأ الموضوع ده يحصل كل يوم لحد ما هي بتقول لحد ما جينا على اليوم الرابع او الخامس وتعبت من كتر الضرب، جسمها وجعها، فعشان كده قررت ان هي تستسلم لكل اللي هو بيعمله. وبدأت فعلا ان هي تشتغل كعبدة وخادمة ليه لكل حاجة. حتى وأمها كانت موجودة بعد كده لما جت من السفر بدأ ان هو يعمل كده ويستغل أدق الوقت اللي أمها ما بتبقاش موجودة فيها. والموضوع ده كمان كان بيستمر، مش مرة في اليوم مثلا أو مرة في الأسبوع، لا ده ممكن يعمل مرة مرتين 3 في اليوم عادي، لحد ما في يوم من الأيام وبدأت ان هي تتعود على الموضوع وتبقى شكله عادي، لدرجة ان هي بقت بتغير من مامتها وهي داخلة مع مرات جوز أمها وهما بيعملوا الحاجات دي في الأوضة. وكانت دايما بتحس بإحساس الغيرة من كتر ما هي اتعودت أو شافت إن ده أمر واقع خلاص. وده كان المفتاح واللغز بتاع الجريمة اللي هي عملتها. عشان كده بدأت إن هي على طول تقعد مع نفسها وتقوله إن أنت لازم تطلق أمي وتتجوزني أنا،
ولكن هو قال لها ان مفيش الكلام ده، وان امك بتصرف علينا احنا الاتنين وبتشتغل شغلانه كويسه وبتصرف علينا احنا الاتنين حرفيا، فما ينفعش الكلام ده، وان انتي لازم تسمعي كلامي. وبدأ فعلا ان هو يضربها عشان يعلمها الكلمات اللي هو بيقولها، ودايما كان بيأكد على الثلاث كلمات دول: انت عبدتي، انت اتخلقتي ليا، واتخلقتي كمان عشان ترضيني مش اكتر. لحد ما مر على الموضوع ده 10 سنين وهم مستمرين بكذلك، وبتاخد طبعا أدوية لمنع الحمل أو غيره. ولكن في الوقت اللي بدأت ان هي تكبر وبقى عندها 28 سنة، وكل ما يتقدم لها واحد ما كانتش بتوافق عليه بسبب اسباب كتير جدا. هي خايفة تقوله ان هو عايزة النوع ده من العلاقة، او خايفة ان هي تبعد عن جوز امها، او حتى خايفة ان حد يتقبل ان هي مش بنت بنوت. فعشان كده بدأت ان هي تدور مع نفسها وتقول ان هي عايزة جوز امها ده لنفسها بس. فعشان كده تقرر ان هي لازم تخلص من امها دي بعد ما امها بقت كبيرة فعلا. وفي يوم من الايام اتكلمت مع حد وادته فلوس اللي كانت معاها كلها، والمفروض كانت تنزل تجيب جهاز من جهازها، وقالت للراجل ده ان هو عايز يدوس امها وهي ماشية وخلاص. وفعلا هو عمل نفس الوضع اللي هي بتقول عليه. ولكن للأسف الشديد وقتها كان موجود كمين على بعد 2 متر من الحادثة، وأول لما شافوا الحادثة قبضوا على السواق، وطبعا السواق قال كل حاجة. وللأسف الأم كانت توفت وقتها. واول لما استدعوها وبدات ان هي من غير اي ضغط تحكي لهم كل حاجه، وتقول لهم مفيش مشكله، بس هما مش هيلاقي حد يرضيه، ولا اني ولا انا امي. وطبعا دي كانت حاله نفسيه غريبه لدرجه ان رجال الشرطه عرضوها على دكتور نفسي عشان يتاكدوا هل هي كويسه ولا لا. ولكن عرفوا ان هي عندها مرض نفسي خطير جدا، وده بسبب اللي الراجل عمله فيها خلال ال10 سنين اللي فاتت. وان هو بشكل او باخر برمجها على حاجات وحشه جدا، او خلى عقلها يتعود عليها. وطبعا هي اتحكم عليها بالاعدام بسبب ان هي اللي خططت على حاجه زي كده. وكمان الزوج الام بعد ما اتاكدوا من كل حاجه، وبالذات ان هو كان بيصور العلاقات دي على التليفون، بداوا يتاكدوا ان هي بتتكلم صح، وان هي ما بتتكلمش ادنى اي كلمه غلط، وان الراجل ده اتحبس بسبب ان هو كان بيعمل الحاجات منافيه للاداب مع البنت دي. وفي الاخر حابة اسمع رأيكم من ناحية القصة كلها. هل مين اللي كان غلطان، ومين اللي كان المفروض ان هو يراقب؟ هل الام كانت لازم ان هي تركز شوية وطريقة لبس بنتها وطريقة كلامها، وكمان طريقة كلام جوزها عن بنتها، وكل